هو ده بقى يا بنات الفطير المشلتت على أصوله، فطير الطاسة، فطير سهل وسريع، وكمان مش هنحتاج لفرن ولا مجهود كبير، طبعًا هتعملي الفطير ده في 5 دقايق وكمان هتعمليه على الطاسة، ولو أول مرة تعملي الفطير اعمليه بالطريقة دي، طبعًا الطريقة دي سهلة وبسيطة ومش بتحتاج لفرد ولا توريق ولا أي حاجة، يعني باقول لِك في 5 دقايق هتعملي الفطير وهيطلع معاكِ بالجمال والحلاوة دي كلها. طبعًا أنا باحب أشكر كل شخص دلوقتي بيسمعني وبيكمل معايا الفيديو للآخر، وباقول لكم شكرًا لحضراتكم جدًا على متابعتكم للقناة. يالّا يا بنات بقى عايزين بقى التشجيع اللي إحنا متعودين عليه منكم كده والاشتراكات علشان نوصل ل1000 متابع. يالّا بينا نشوف عملنا الفطير الجميل ده إزاي. هنجيب الطبق اللي هنعجن فيه هننزل فيه بنص كيلو من الدقيق، طبعًا دقيق متعدد الاستخدامات أو أي نوع دقيق متوفر عندك، وهنرش كده عليه رشة بسيطة من الملح وهنقلبه كده كويس مع بعض. وطبعًا انتِ ممكن تعملي أي كمية دقيق انتِ محتاجاها، يعني مش شرط نص كيلو بس، ممكن تعملي كيلو أو 2 كيلو طبعًا اللي انتِ محتاجاه ممكن تعمليه. وبعد كده هانزل بالمَيّة بتاعتنا بالتدريج، هنحط شوية وهنقلب بالشكل ده كده، واحدة واحدة كده لغاية لمّا العجينة كده تبدأ تلم معانا زي ما انتم شايفين كده، وهنقعد نعجن وهانزل كمان بشوية مَيّة زي ما قُلت لكم، هانزل بالمَيّة بالتدريج كده لغاية لمّا تتكون معانا عجينة طرية ويكون ملمسها ناعم وما تلزقش في الإيدين. طبعًا أنا هنا بانزل بواحدة واحدة، طبعًا الخطوة دي مهمة لمّا تيجي تنزلي بالمَيّة لازم تنزلي واحدة واحدة كده، علشان دي خطوة مهمة وكده انتِ بتربي عرق العجينة علشان كده لمّا تيجي تفرديها ما تقطعش منِك وتتفرد معاكِ بكل سهولة. وطبعًا كده خلصنا عجن، هنغطيها بكيس من أكياس التلاجة كده وهنسيبها ترتاح لمدة ربع ساعة، وبعد كده هناخد العجينة بتاعتنا بس بعد ما ارتاحت زي ما قُلت لكم أهم حاجة ترتاح، علشان لمّا تيجي تفرديها ما تتقطعش منِك وتتفرد معاكِ بكل سهولة. وهنرش رشة كده بسيطة من الدقيق على السطح اللي إحنا هنفرد فيه العجينة، وهانزل بالعجينة كده بس أهم حاجة نكورها كويس علشان إيه لما نيجي نفردها تتفرد معانا كده بكل سهولة وتدينا الشكل الدائري الجميل ده. وهنبدأ فرد فيها بالشكل ده كده وهتتفرد معانا بكل سهولة علشان معانا العجينة طرية وبرده مرتاحة، زي ما قلتلكوا لازم العجينة ترتاح علشان دي خطوة مهمة جدا، دي بتساعد على فرد العجينة كده لما تيجي تفردها تتفرد معاكي بكل سهولة. وطبعا وانت بتفردي كده لو العجينة لزقت معاكي هتزودي لها كده شوية دقيق من تحت، وهنبدأ كده فرد فيها واحدة واحدة كده وهتتفرد معاكِ بكل سهولة زي ما انتم شايفين كده. وطبعًا أنا هنا كده هافردها بإيدي، طبعًا زي ما قُلت لكم هي طرية ومرتاحة، فأصلًا مش محتاجة كده لنشابة ولا أي حاجة، وكل شوية باشوفها كده لو لزقت من تحت بارُش لها شوية من الدقيق زي ما انتم شايفين كده، علشان تتفرد معايا بكل سهولة وما تلزقش كده على السطح اللي أنا بافرد عليه. واحدة واحدة كده لغاية لما تفرديها كلها وتبقى بالشكل ده كده. وبعد كده هنحتاج كده معلقتين كبار من الزبدة، بس أهم حاجة تبقى بحرارة الغرفة، تبقى طرية بالشكل ده كده. وطبعًا لو مش متوفر عندِك الزبدة ممكن تستخدمي سمنة، سمنة عادية أو سمنة بلدي، وممكن تعملي خليط بين السمنة والزيت لو مش متوفر عندِك برضه، يعني انتِ هتعملي الفطير يعني هتعمليه، يعني بيتعمل معاكِ بكل سهولة. وطبعًا هنحاول كده نفرد الزبدة كده على الفطيرة بالشكل ده كده، أهم حاجة كل حتة من العجينة كده لازم نحط عليها الزبدة علشان لما نيجي نفردها تبقى مورقة معانا وتبقى جميلة، وتبقى هتطلع بالشكل الجميل اللي انتوا شفتوه كده في الأول. طبعًا أنا بافرد كده على العجينة كلها، لازم كل حتة كده في العجينة يتفرد عليها زبدة، وبعد كده هنلف العجينة كده بالشكل ده كده، هنلفها زي رول كده واحدة واحدة كده. وطبعًا لو حسيتِ كده إن العجينة لازقة طبعًا هتحاولي كده تسلكيها، طبعًا العجينة معانا طرية يعني ما تقلقيش كده، بس أهم حاجة زي ما قُلت لِك وأنتِ بتعجني لازم العجينة معاكِ تبقى طرية كده وملمسها ناعم، علشان تديكِ كده الفطير الجميل المشلتت ده يكون مقرمش كده من فوق وطري كده وجميل من تحت. وطبعًا هنفردها كده بالشكل ده كده، وطبعًا أنا جبت كده المعلقة السيليكون كده وعمّالة أشيل كده طبعًا علشان زي ما قُلت لكم هي طرية، وما تقلقيش يعني لو لزقت معاكِ هتعرفي تشيليها معاكِ بكل سهولة، بس ابقي زودي كده شوية دقيق من تحت علشان لما تيجي تفرديها كده متلزقش معاكِ. وبعد كده هنحاول كده نقفل كده العجينة بالشكل ده كده، أهم حاجة لازم نقفلها عشان ما تتفردش معانا، واحدة واحدة كده ولازم تقفليها كلها جامد علشان لما تيجي تفرديها كده ما تفتحش معاكِ. وبعد كده هنلفها بالشكل ده كده علشان ايه كل رولات كده العجين اللي جوه تلزق كده في بعضيها، وتعملي كده عازل زي ما انتوا شايفين كده. انا بقفل كده كل حتة كده مفتوحة بقفلها. وبعد كده هجيب القطاعة بتاعة البيتزا وهقطع كده العجينة، طبعا لو مش متوفرة عندكم ممكن تقطعوا كده العجينة كده بالسكينة، وطبعا بتقطعي كده العجينة على قد كده الفطيرة اللي انت محتاجاها. طبعا لو محتاجة فطيرة كبيرة بتقطعي كده العجينة كبيرة، ولو محتاجاها صغيرة كده بتقطعها صغير. طبعا انا قطعتها كده على 9، طبعا انا عشان محتاجة الفطير كده حجم متوسط فقطعتها على 9. وبعد كده هنجيب كده كيس التلاجة
وبعد كده هنغطيها وهنسيبها برضه ترتاح لمدة ربع ساعة. زي ما قُلت لكم أهم حاجة في الفطير دي اللي إحنا نسيبه يرتاح، علشان يطلع معانا فطير مضبوط 100%. وبعد كده هنشيله وهنجيب كده شوية من الزبدة أو السمنة، يعني أي حاجة متوفرة عندكم، ممكن تعملوا خليط بين السمنة والزبدة أو بين السمنة والزيت، يعني أي حاجة. وبعد كده هنفرد العجينة كده بالشكل ده كده وهتتفرد معانا بكل سهولة، طبعًا علشان إحنا سيبناها ترتاح. وهنفرد بقى الكمية اللي معانا كلها بالشكل ده، بس أهم حاجة كل شوية نحط كده زبدة علشان متلزقش كده معانا على السطح اللي إحنا بنفرد عليه، واحدة واحدة كده لغاية لما كده نخلص الكمية اللي معانا كلها، وهنفردهم كلهم كده بالطريقة دي. وبكده فردنا كده الكمية اللي معانا كلها، وبعد كده هنحطها بقى كيس التلاجة. طبعا دي خطوة مهمة، لازم تغطي كده الفطيرة عشان منشفش كده معاكي، وهنرجع برضو نسيبه يرتاح لمدة كده ربع ساعة أو 10 دقايق. وبعد كده هنقفل كده الفطيرة بالشكل ده كده، أهم حاجة نقفلها كده واحدة واحدة كده لغاية لما نلمها كده على شكل كورة وهنقفلها كده. وطبعا في الخطوة دي كده في حتة مهمة، طبعا انت لو بتحبي كده الفطير بيكون دسم وبيكون مليان زبدة، هتدهني كده وش الفطيرة بالسمنة أو بالزبدة، علشان لو بتحبيه زي ما قلتلك بيكون كده في فطير كده لما تيجي تاكليه بتحسي كده ان هو مليان سمنة كده أو زبدة، وطبعا بيكون تقيل كده عليكي وبيكون دسم جدا. فطبعا احنا عملنا كده الفطير خفيف كده وجميل، وطبعا مش بيحتاج لسمنة كتير كده، وبيطلع معاكي جميل جدًا مقرمش من فوق وطري من جوّه. وطبعًا هنعمل الكمية اللي معانا دي كلّها كده على شكل كِوَر، وهنجيب كده كيسة من أكياس التلاجة وهنغطيه برضه وهنسيبه يرتاح لمدة 10 دقايق. أهم حاجة علشان الفطير بتاعك يطلع معاكِ ناجح 100% ويطلع زي بتاع برّه بالضبط، إنِّك تسيبيه كده يرتاح، فلازم كل خطوة وخطوة كده تسيبي الفطير يرتاح لمدة 10 دقايق بس. وبعد كده هنشيل الفطير بتاعنا وهنحطه كده على صينية مدهونة زبدة أو سمنة بالشكل ده كده، وهنغطيه كده بكيس من أكياس التلاجة كده علشان وش العجينة مينشفش معانا. وهنجيب كده شوية من السمنة أو الزبدة هندهنهم كده على السطح اللي احنا هنفرد فيه العجينة، وبعد كده ننزل بالعجينة وهنفردها كده على شكل دائري، وهتتفرد معاكي بكل سهولة طبعًا علشان سيبابينها كده ترتاح. وطبعًا هنفرد الكمية اللي معانا كلها بنفس الطريقة كده زي ما انتم شايفين كده. طبعًا أنا باحط الأول سمنة وبعد كده بافرد العجينة وبتتفرد معايا بكل سهولة. وبعد كده بنحتاج كده لطاسة بنحطها على النار كده ونشغلها، بس أهم حاجة نكون كده موطيين النار عليها نص توطية كده، مش مهديينها جامد لأ معلينها شوية. وبعد كده هننزل بمعلقة من الزبدة أو السمنة وهانزل بالفطيرة، طبعًا هنحاول كده نفردها كده بالشكل ده كده عشان تدينا شكل دائري، وهنسيب الفطير كده على نار متوسطة، ولما نحس كده ان هو اتشمع من تحت هنقلبه كده على الوش التاني بالشكل ده كده. وطبعًا هنقلب فيه كل شوية. وفي الخطوة دي طبعًا في حاجة مهمة لازم تعمليها، انك لازم تغطي كده الطاسة بتاعتك بأي غطا حلة عندك، طبعًا علشان الحرارة كلها كده تتحبس جوه الطاسة والفطير يطلع معاكي مورق وجميل. طبعًا أنا هنا كده مغطيتش الفطيرة علشان تشوفوا كده كل المراحل بتاعتها، بس لما كملت الكمية كنت كل مرة باغطي كده الطاسة بغطا الحلة، وعلشان كده طلع معايا الفطير مورق وجميل بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. وهنعمل الكمية اللي معانا كلها بنفس الطريقة دي وهيطلع معايا الفطير بالجمال والحلاوة دي كلها ومقرمش من فوق كده وطري كده من جوه. بس أهم حاجة كده لما تطلعي الفطير كده من الطاسة تغطيه كده بأي حاجة عندك علشان يفضل معاكي طري كده وجميل ومقرمش. وطبعا كده خلصنا الكمية اللي معانا كلها وبسم الله ما شاء الله طلع معانا ناجحة 100% وأحسن من الفطير اللي انت بتشتريه من بره ب100 مرة، بالذات في النضافة وفي الطعم وفي كل حاجة بجد. حاجة كده جميلة انت عاملاها في بيتك، يعني بسم الله ما شاء الله. طبعا انتوا هنا سامعين كده صوت القرمشة بتاعة الفطير، يعني بجد حاجة جميلة جدا وتستاهل التجربة، وما بتحتاجش كده الوقت كبير ولا اي حاجة، يعني في 5 دقايق هتعملي الفطير كده وانت واقفة كده على البوتاجاز. يعني بسم الله ما شاء الله عليه بجد حاجة تستاهل التجربة بجد. بسم الله ما شاء الله. وهنا كده هنفتحه لكم علشان تشوفوه قد ايه مورق كده من جوه، وكمان هنا بسم الله ما شاء الله عليه طري قوي كده من جوه زي ما انتوا شايفين كده وملاحظين. انا بفتحه كده يعني هو مقرمش كده من بره وطري كده ولذيذ من جوه. وما اقولكوش على الطعم بتاعه، الطعم بتاعه خيال بجد، طعم جميل جدا، يعني احسن بكتير من اللي احنا بنشتريه من بره. وطبعا كده انت ممكن تقدموا جنبه عسل او جبنة او حلاوة طحينية، اي حاجة متوفرة عندك ممكن تقدميها، بجد جميل جدا. وطبعا هنا كده بحاول كده اوريهولكم من جوه قد ايه هو مورق وجميل، يعني بسم الله ما شاء الله عليه مفيش كده ولا فطيرة الا ما طلعت معايا مورقة وبالجمال ده كله. وطبعا هنا كده بجيبلكم فطيرة تانية علشان تشوفوها، بسم الله ما شاء الله عليها برضو حاجة بجد جميلة جدا وتستاهل التجربة. وطبعا كده خلصنا الطريقة معاكم، لو عجبتكم ما تنسوش تشتركوا في القناة، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. ولو حابين نجرب اي وصفة مع بعض
اكتبولي في التعليقات وإن شاء الله هنجربها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا رب يملى بيوتنا كلها خير وبألف هنا ليكم وعلى عيونكم يا رب. وشكرا لحضراتكم جدا على تكملكم للفيديو معايا طبعا، واللي كمل معايا الفيديو كده يكتبلي في التعليقات علشان اعرف مين اللي كمل معايا للآخر.